عندكم بواقي كيك او عملتوا كيكه وبوظت منكم؟ تعالى اقول لكم هنعمل بيها ايه. اتحداكم بعد الفيديو ده ان انتوا هترموا اي بواقي كيك. هنعمل كده حاجه حلوه عمركم ما هتتخيلوا طعمتها وجمالها. نشوف كده الفيديو واحده واحده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول خطوه كده معانا نسمي الله، معانا كيك ناشف زي ما انتوا شايفين، ولو عند اي حد ممكن خلاص ان هو يرميه. خلاص كده نشف مننا. هنبدا بقى ان احنا نجيبه زي ما انتوا شايفين كده زي ما هو، مش هنعمل فيه اي حاجه. هنجيبه كده ونجيب بقى الكبه بتاعتنا ونبدا ان احنا نفرمه في الكبه. احنا يا جماعه هنعمل له اعاده تدوير، هنعمله كده في الكبه هيبقى كده خالص حبيبات، يعني نقدر بقى نشكله كده زي ما احنا عاوزين. خلاص كده ضربته في الكبه كده لما اتطحن معايا خالص، بقى مطحون كده زي ما انتوا شايفين. على طول هنلاقيه بقى ان هو جاهز معانا. هنروح بقى جايبين الخلاط بتاعنا وهنعمل بقى فيه صوص شوكولاته اقتصادي، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من السكر، ومعلقه كبيره من الكاكاو. نضربهم ضربه حلوه قوي في الخلاط، هيبقى معانا صوص شوكولاته اقتصادي ينفعنا اي حاجه. هناخد منه معلقتين وبس، نقلبهم كده بالخليط بقى بتاعنا بتاع الكيك. نقلبه كده لما يبقى متجانس كده معانا، يعني كله يبقى عجينه كده واحده كده زي ما انتوا شايفين اهو بقى كده، يعني تقل كده ومسك في بعضه شويه. تمام كده. نجيب بقى اطباق، نجيب كوبايات زي ما انتوا حابين بقى كده تحطوا في الحاجه. مفيش اي مشاكل. هاتوا كده بقى نجيب اطباق نملى كده نصها بالكيكه بتاعتنا المفرومه ديت، نحط كده نصها. طبعا هي شاربه بقى من صوص الشوكولاته، بقى طعمها خطير، طعمها بقى حلو قوي. خلاص كده انا هبدا ان انا ما اضغطش عليها جامد، انا بس بساوي كده الاطباق بتاعتي عشان انا عاوزاها تبقى في نص كده الطبق. معايا بقى كريم جانتيه، كان عندي كده معلقتين كريم جانتيه، عاملاهم كده بمعلقتين عصير من المانجا. كنت عامله بيهم كده تورتايه خطيره. لو حابين كده ان انتوا بقى تشوفوا الفيديو معايا. تمام كده. خلاص هبدا ان انا اضيف الكريم جانتيه. لازم بس كده يكون تقيل شويه، لو لقيتيه ان هو مش تقيل ممكن نضيفه في التلاجة كده 10 دقايق بعد ما نضيف الكريم جانتيه، بس عاوزينه يتماسك كده معانا شويه. نبدا نفرده كده واحده واحده في الطبق بتاعنا. خلاص كده تمام. انا حطيته في التلاجة كده 10 دقايق. لما خلاص بقى يعني ماسك كده شويه معانا، هبدا بقى اجيب الصوص شوكولاته واحط كده في كل طبق حوالي معلقتين، او يعني المكون اللي احنا عملناه كده هو بنضيفه على الاطباق بتاعتنا كلها. بنسويه بقى كده بمعلقه او بنسويه كده بالطبق كده. بنبدا ان احنا يعني نحاول نعمله بمعلقه ونعمله كده زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر الشوكولاته تبقى على وش الطبق بتاعي كله. لو عجبتكم الطريقة كده ما تنسوش تعملوا لي لايك. انا عاوزة الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن عشان يشوفوا الطريقة حلوة ولا لا. كمان يشوفوها ان من حاجة كده يعني ملهاش لازمة زي ما بنقول، حاجة خلاص هنرميها. لو عند اي حد كان اكيد كان بيرميها طبعا ما بيستعملهاش. ممكن اكون انا من ضمنكم فعلا، ان انا كنت يعني ملهاش خلاص استعمال. نشفت كيكة بقى بيضة، كيكة شوكولاتة، اي نوع كيكة عندك ممكن نستعمله في اي مكون زي ما انتوا شايفين كده. يعني بمعلقه كده صوص شوكولاته ومعلقه كريم جانتيه غيرنا الموضوع لموضوع تاني خالص. يعني احنا غيرنا الكلام زي ما بيقولوا من كده. كسر كيك عملنا بيه عظمه يا جماعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك، ولسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم.